هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي الكريم، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. في ساعة هذا اليوم الأربعاء 3 سبتمبر أعددنا لكم فقرات عديدة ومتنوعة على مدى الساعة، نتمنى أن تبقوا معنا وتتابعونا، ونبدأها مع الأستاذ أحمد القيسي ومحطات بصوته. يلي ذلك قراءة بقلم الأستاذ محمد علي موسى وبعنوان الثورة الثقافية الثانية، الأفكار والمفاهيم. يلي ذلك تقرير أعده لنا الزميل يوسف بوليسي عن ملتقى بولونيا، والذي تم ما بين 29 من أغسطس والأول من سبتمبر. تتخلل ساعة المنتدى وكالعادة فقرات موسيقية متنوعة، نتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. إريتريا إريتريا Damna
صوت المنتدى. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. كان الهدف وما زال لهذا البرنامج أن يقوم بالوقوف على بعض الأحداث في تاريخ النضال الإريتري ومدى ارتباطها مع بعض الأحداث التي تجري في حياتنا السياسية في الوقت الحالي، بحيث في المحصلة نستخلص منها العبر وكي تكون عاملا في تجنيبنا من الكثير من الأخطاء المكررة في حياتنا السياسية. والحقيقة إن الفكرة ما زالت قائمة، ولكن مع بداية إعداد الحلقة الأولى حدث شيء طارئ لحدث يعتبر لب المشكلة وجوهر المأساة والصورة الأكثر بلاغة لتراجيدية المشهد الإريتري. أولها عرضت قناة الجزيرة لفيلم وثائقي عن أوضاع اللاجئين الإريتريين في شرق السودان بعنوان بين الرمضاء والنار. ثانيا، خبر تناقلته وكالات الأنباء العالمية مفاده غرق سفينة قبالة الشواطئ الليبية وهي تحمل 170 شخصا من اللاجئين الإريتريين أو معظمهم من الإريتريين. ثالثا، مقتل 10 أشخاص من قبل حرس الحدود الإريترية وهم يحاولون الهروب إلى السودان. 3 أحداث لقضية واحدة: الهروب واللجوء والثمن المدفوع يهتز له بدن كل من له ضمير في هذا الوجود، وليس فقط منهم أصحاب القضية وأصحاب الشأن في هذا الموضوع. قضية اللجوء واللاجئين الإريتريين هي إحدى تجليات التراجيدية الإريترية وأكثرها قتامة، قصة تمتد لنصف قرن من الزمن بدءا من ستينات القرن الماضي، وما زالت فصولها تتجدد إلى يومنا هذا وتحمل من المآسي ما يفوق الخيال، آخرها الاتجار بالبشر. وفي إطار الصورة العامة والامتداد الزمني لهذه المأساة، فإن أسوأ مراحل اللجوء جاءها في عهد ثوار التحرير والحكام الحاليين في أسمرة أصحاب مشروع سنغافورة. حلم عودة هؤلاء اللاجئين تحول إلى كابوس، فها هم يستقبلون أعداد جديدة وبالآلاف، وتحولت بشريتهم وإنسانيتهم إلى بضاعة وقطع خيار. الكل كان يحلم بالعودة بعد التحرير، وكان موضوع اللاجئين وعودتهم هي الخطوة الأولى لتثبيت شرعية النظام، ولكن لم تعد هذه القضية الوحيدة التي يمكن أن يسأل عليها هذا النظام، فالموضوع صار أكبر بين أن يبقى هذا الوطن أم لا. إحدى المعالجات المبكية المضحكة لحكومة إسياس حول مسألة اللاجئين كان عام 1997، وقد علمت بهذه القضية بالصدفة، فقد اتصل بي حينها الأخ كريستيان ساباتيه المعروف بهلال، وهو سينمائي فرنسي عمل مع الثورة لسنوات طويلة، وتربطني به علاقة وطيدة كون إننا عملنا مع بعض
في إعلام الجبهة بأنه قادم إلى أسمرة خلال يومين، وأنه مطلوب من قبل الرئيس، وأن الرئيس سوف يقابله حين يأتي. وهكذا كان بانتظاره مشروع فيلم بعودة اللاجئين واستقرارهم داخل إريتريا. وظل الرجل يناقشني حول تفاصيل تقديم المشروع، وكانت إجابتي له إن الموضوع قد لا يعدو تجربة أولية لكيفية العودة والاستقرار، ولذا لا يجب المبالغة في هذا الموضوع. وهكذا سافر الأخ إلى تسني، فالمنطقة التي اختيرت كانت واقعة في محيط تلك المنطقة. فقد قامت السلطات ببناء شيء أقرب إلى معسكر من الزنك في منطقة تتجاوز فيها درجة الحرارة فوق 40. وحين وصل السيد كريستيان ساباتي إلى المنطقة ليبدأ عمله، لم يجد المعسكر العتيد، وإنما وجد أطلال معسكر. وحين سأل أين اللاجئين، أجيب بأن البعض ذهب إلى تسني والآخرون فضلوا العودة إلى السودان. لم ييأس الرجل وواصل مهمته، وبدأ في توثيق كل شيء صادفه، صوت وصورة. وبعدها انتقل إلى تسني ليجد الأخوة اللاجئين يبيعون الزنك حتى يحصلوا على شيء يأكلوه هم وأبنائهم. وكان هذا المشهد استراتيجي بحق. ولكن أخ لم يترك شيئا إلا وقام بتوثيقه في فيلم طويل يمتد ل2 وقد طعمه ببعض المقابلات، وعاد إلى أسمرة. حين عاد دعاني كي أشاهد الفيلم الذي أعده. بعد مشاهدتي للفيلم نصحت ألا يقدم النسخة إلى الرئيس، لأن الهدف من إرساله لإعداد فيلم هو لغرض دعائي، وها أنت تقدم العكس تماما. إن الفيلم هو إدانة كاملة لأسلوب الرئيس والنظام لمعالجة هذه المشكلة. وبتلك العقلية الأوروبية أصر الرجل إن الفيلم يعكس الواقع، وإن لا شيء مضاف إليه، وعلى الرئيس أن يفهم حقيقة الأمر. وأذكر إنني قلت له سوف يكون رد فعل الرئيس أن يضع فيلمك في أرشيف لا يعلم إلا الله أين يقع. وهكذا كان. فبعد أن شاهد الرئيس الفيلم أخذ النسخة وسأله: هل لديك نسخة أخرى؟ فأجاب: هي النسخة الوحيدة. وحينها قال الرئيس: حسنا، سوف ننظر إلى الأمر، مهمتك انتهت، يمكنك السفر. ومن حينها اقتنع ديكتاتور النظام لا ضرورة لعودة هؤلاء اللاجئين. القصة الأخرى في موضوع اللاجئين هي عبارة عن فكرة خطرت لبعض الأخوة من القيادة حين ازدهرت العلاقة بين القذافي والرئيس إسياس. فقد طرح بعض الأخوة أن تساهم الجماهيرية الليبية عبر صندوق إنمائي وبمشاركة الحكومة الإريترية في مشروع إعادة وتوطين اللاجئين عبر مشاريع صغيرة زراعية صناعية تجارية، بحيث تساعد في عملية إدماجهم في النسيج الاجتماعي للمجتمع. وحينها أو حين سمع الرجل بهذه الفكرة ثار وأرعد، معلنا: هذه المسائل لا يستجدى بها الآخرون، هذه من صميم شؤوننا. ولكن المحزن والمبكي في تلك الفترة كان النظام يجند كل إمكانياته في تأسيس شركة طيران وطنية يتباهى بها وبهذا الإنجاز العظيم، والذي ترمز من وجهة نظره إلى السيادة الوطنية. وإن الإثيوبيين بشركة طيرانهم ليسوا أحسن منا. وهكذا دواليك في تفكير عقيم يحمل أحلام يقظة أكثر عقما. أما اللاجئين وقضيتهم فكما يقولون أخواننا باللغة التجرينية: ازجهر وعنهم، فلهم الله الحي القيوم. والخلاصة: فالنظام لم يعد مسؤولا عن هؤلاء البشر، فليس من المعقول وهو الذي يقوم بشكل يومي
ومنهجي إلى تهجير الشباب بسياساته الرعناء. إن كان الآن من مسألة النظام، فهناك قضية أكبر وأهم، هي المؤامرة التي يقودها ضد وطن وشعب. فهؤلاء الشباب الذين ينزحون إلى السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي ومنها إلى أصقاع العالم، مواجهين تجار البشر وتجار الأعضاء وغيرها من الصنوف التي لم نسمع عنها سوى في هذا الزمان. وأخيرا الموت الحتمي في صحاري ليبيا والسودان والبحر المتوسط وغيرها. كيف يعقل أن يهجر شباب مجتمع بهذه الكثافة دون أن تحرك ساكن وتدعي أنك تعمل من أجل مستقبل شعب ووطن؟ ولماذا هؤلاء الشباب يحصرون جل اهتمامهم في الهروب بعيدا دون أي التفاتة كي ينتقموا أو يثوروا ليعودوا معززين مكرمين لوطن يحلم به كما فعل آبائهم وأجدادهم؟ سؤال ذات أهمية كبيرة على المعارضة الإريترية العتيدة أن تجاوب عليه، ولكن إلى حين سوف نسمح لأنفسنا بالإجابة، حتى وإن أضفنا إلى عداوة البعض عداوات جديدة. هناك شيء اسمه الأمل في نفس كل البشر، وهو الدافع والمحرك للبشر للتحمل والمخاطرة والاستشهاد من أجل أمل في النفس ورغبة في تحقيقه. وقد يكون هذا الأمل أساسا لتحقيق معجزات. وفي المثال الغريب أمل الشعب الإريتري في الاستقلال والحرية جعله يصنع معجزات لم يحن الوقت لسردها، كانت محركا حتى حقق هذه الرغبة بغض النظر عن النتائج. هذا الأمل، هذه الرغبة هي التي كسرت واغتيلت داخل نفوس هؤلاء الشباب. لم يعد يروا أمل سوى النجاة بأنفسهم. ليس هناك في الأفق أمل يمكن الركون إليه والتعلق به. هذه الجريمة الكبرى يتحملها جهتان: النظام في أسمرة كصانع للمأساة برمتها، والمعارضة في الخارج في عجزها أن تقدم نفسها كبديل. إذا من الصعب أن نلوم هؤلاء الشباب. النظام يرى في هؤلاء الشباب حثالة لم يصمدوا من أجل بناء الوطن وفق مشروعه الأسطوري الذي لا أفق له، وقد أقنع نفسه بذلك، وقد قالها جهارا نهارا دكتاتور النظام. أما المعارضة فلا حول لها ولا قوة في هذا الطوفان من اللجوء سوى أن تسرد القصص الحزينة وأن تلعن النظام، وفي أحسن الأحوال المظاهرات اليتيمة في المدن الأوروبية. إن المقابلة التي أجريت مع اللاجئ السبعيني في معسكر شقراب في برنامج الجزيرة هو أبلغ دليل لحجم المأساة. كيف لا؟ رجل سبعيني قالها ببلاغة: إنه لا يملك عشاء لأبنائه، إنه لا يحمل أي أمل في التغيير، إن البهيمة حسب قوله لها ثمن، ولكن نحن بلا ثمن. وتنهد وشهق وأخفى وجهه وبدأ بالبكاء. أليست هذه الصرخة من رجل سبعيني يغطي رأسه ووجهه الشيب الأبيض أعظم من مئات المواقع الإلكترونية والمقالات والتحليلات والإذاعات وصخبها والمنظرون بألوانهم المختلفة وكل الساعين والمهرولين بسيوف خشبية لإسقاط النظام؟ ألم يحن الوقت يا معشر المعارضة للبحث عن استراتيجية توحدكم، وخطاب سياسي يجمعكم، وعمل دؤوب يعيد الأمل المكسور والمفقود في نفوس هؤلاء الشباب وهذا الشعب؟ لعل دموع ذلك الرجل السبعيني تعيد البصيرة لمن فقدوها. إن الخطأ السياسي العظيم قد يضعنا جميعا في نفس الموقع الذي نضع فيه النظام المجرم، لأنه بالمنطق ممارسات النظام المرفوضة والأخطاء السياسية القاتلة للمعارضة هي في النهاية وجهان لعملة واحدة. اللهم إننا بلغنا. لكم التحية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم. أحمد القيسي.
محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. الأشواق أطرفا ونور لقى محبركم لبعد أمان كرفا أمان من دتهاجينا تحازيكونا بحازي شعبنا يمكم يحلى لحكمة قبو وقادي أمان من دبلسنا تحازيكونا بحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو قادي حن رحمتكم ينقبي قرب عيتك الوسلادي أقل أمان نادلنا قولنا ينبدل حنادي من رزق عنا النبر الليت الناس رادي وكم حزيكم تحلموا ينعقل نسالكم ويملكم ازموا تتحلموا يملكم وكم حزيكم تحلموا ينعقل نسالكم ويملكم ازموا. صوت المنتدى. الثورة الثقافية الثانية، بناء الأفكار والمفاهيم. البناء الحقيقي للأوطان هو بناء الأفكار والمفاهيم، والحصيف من يختار الطريق الصعب لضمان بناء حقيقي ودائم وليحصد نتائج سليمة. إذا كانت الثقافة تعني طرق التفكير والعادات والتقاليد وسبل التعاطي مع التحديات فرحا وترحا، وكذا الدين والمعتقدات، هذا يعني أن لكل شعب ثقافة. ومع هذا نجد ثمة فوارق هائلة في درجات التطور بين الشعوب. مرد ذلك في مدى فعالية الثقافة من عدمها، فالأمم تتوارى وتذبل لهشاشة وضمور قيمها السامية، والأمم التي شذبت ثقافتها بحيث تخدمها للارتقاء في سلم التطور هي التي تمكنت من الولوج الآفاق الراقية. مجتمعنا كسائر المجتمعات لديه عناصر قوة وضعف في ثقافته، ففي الإيجابي منها نصرة الحق، الكبرياء، الشجاعة، الصبر، الوفاء، التسامح والتعايش، الأمانة والصدق. ومع هذا نفذ الاحتلال الإثيوبي إلى بلادنا بالأساس من خلال ثغرات الضعف في جدران ثقافتنا. وعندما أقمنا ثورة ثقافية في المهترئ منها تمكنا من رتق تلك الثغرات. من ملامح تلك الثورة الثقافية إعلاء قيمة المواطن الفرد ومساواته مع بقية أفراد المجتمع دون أي تمييز على أساس لونه، إقليمه، قبيلته، إيمانه، قوميته، علمه، ثروته، ماضيه، نسبه، عمره وجنسه.
فقط يتم التعامل معه على أساس تقديره لهذه القيم وتجسيده لقيم الصدق والحق، التفاني، التواضع، ووأد الكبر والرياء والأنا، وكذلك سرقة جهد الآخرين ومناصرة الفكرة الرائدة، لا القامات والانتماءات دون الوطنية، والصبر والمسؤولية والتضحيات والنقد وترتيب الأولويات والاهتمام بالفنون والتشاور والتعلم من الشعب وتعليمه والعمل لإسعاد الشعب والأجيال القادمة، لا ذواتنا فقط. وكذلك التخطيط والتثقيف واحترام العمل والعلم والتنظيم ومحاربة الخرافة، والثقة في النجاح من خلال العمل برؤية واعية. على خلفية ذلك أوجد الشعب الإريتري القوة وتأهل للتغلب على الثقافة الأضعف فطرد المحتل باقتدار. عقب طرد الاحتلال الإثيوبي لم تقم ثورة ثقافية أخرى، بل بالأحرى تم اغتيال المحاولات كافة. فالثقافة التي استجابت بفاعلية لإجلاء الاحتلال لم يتم تأهيلها بهدف التصدي لمعطيات الواقع الجديد وحسب، بل تراجعت الثقافة والقيم التي أفضت بنا للتحرير، وضمن عوامل عديدة وبالتدريج حلت محلها قيم هي على النقيض منها. فالذي حدث هو الانقلاب على الثقافة التي أوجدت القوة للشعب، وتم استبدالها بثقافة تصنع القوة لمجموعة جزئية من المجتمع. وهنا انتكست بل انحرفت مسيرة تطورنا كمجتمع في الاتجاه المعاكس. كيف تجلى ذلك؟ تجلى بسيادة الفردية المتسلطة على سيادة الشعب، إذ غدت المشاركة السياسية خارج القانون شكلية وترقيعية، والثروة الوطنية تحت تصرفات فئات محدودة، ويقوم الرئيس الذي نصب نفسه بتوزيعها كرشاوي ومنافع للموالين له، وتقليد المناصب على معيار الولاء لا الكفاءة ولا النزاهة. فغابت المؤسسية وتم إعدام الرأي الآخر، فاستشرت منظومة قيم جديدة بالمجتمع المقهور تتمظهر في سلوكيات غير سوية كالإذعان والخنوع، فشلت حركته وتلبسته حالة الحذر الشديد، وهي سمات تتنافى والسمات الأساسية للمجتمع. واكتسى المستبد بالعلو والكبر، فلا يسمح لأحد بمخالفته ومناقشته، وشيئا فشيئا تتضخم ذاته وتتملكه العقلية الإطلاقية، فيتوهم بأنه هو فقط من يمتلك الحقيقة، فيرفض الآخر ويستخف بمن يستبد بهم. لهذا ينحو باللائمة عليهم، فتتحول البيئة المحيطة به إلى كائنات مشوهة من كثرة الأقنعة التي يرتدونها لإرضائه، فتسري فيهم ثقافة النفاق والكذب والالتواء والخوف. لهذا يعد الاستبداد إحدى أهم عوامل التلوث الأخلاقي المدمر لمنظومة القيم النبيلة في المجتمع. وبالضرورة نتاج كل ذلك أن تتهاوى أعمدة التطور ويتفشى البؤس وتنتهك سيادة الوطن. أليس هذا ما ينطبق على بلادنا بدقة متناهية؟ انعكاسات ردود الفعل العفوية والتلقائية حيال ذلك هي الانزواء من الإطار العام الوطني إلى أوعية حماية أخرى كالإثنية والطائفية والإقليمية والمذهبية والقبلية والعشائرية وإلى آخره، كاستراتيجية لنيل الحقوق أو أقله للشعور بالدفء الاجتماعي الضروري للإنسان. إذا كان هذا هو المشهد العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمنحنى الثقافة في تقدمها وتقهقرها في بلادنا، فطبيعي أن يطرح سؤال: ما العمل؟ ما العمل الواعي والمدروس لإعادة عجلة ثقافتنا إلى مسارها الصحيح نحو بناء السلام والاستقرار والحرية والرفاه؟ في تقديري من غير المنطقي أن نتبنى خيار نصبح فيه صدى لتداعيات الانحراف الذي جرى بفعل الانقلاب على ثقافتنا، علاوة على كونه لا يفضي بنا إلى أهدافنا ويخدم مباشرة سلطات الاستبداد. وإن تبني هكذا مفهوم وسلوك هو نتاج نفسية أعيتها الحيلة. أعتقد أن جلكم يوافقني بأن الحكمة تقتضي أن يبنى خيارنا
على روح مفعمة بالتفاؤل في الانتصار، فيستقيم المنطق بالاستعداد فكرا وعملا لإقامة الثورة الثقافية التي تعيد الشعب وقوته وتبني دولة المواطنة. نعم، إن أرضية خيارنا هذه متعرجة وليست ممهدة بالقدر الكافي، إذ تتطلب توافر الفرد المتعدد والمتغير مع مصالحه، لا فردا متعصبا لوشائج مناطقية وعرقية وتاريخية ودينية وما إلى ذلك. فطول المسافة ووعورتها لا ينبغي له أن يجعلنا نحيد عن مسارنا، والذي هو ذروة ما أنتجه الاجتهاد البشري لإدارة حياة الناس، وهو قطعا أفضل عن دروب تنتزع فيها حقوق الشعب وتمزقه وتشرده وتحرمه التقدم، سواء كان ذلك من قوى الاستبداد المتشرنقة بشعارات متعددة أو من تجمعات بولاءات دون الوطنية. يسمي البعض مقاربتنا واستقرائنا هذا بالمثالية، رغم أنه الطريق الذي سلكته الشعوب التي استقرت وتطورت، ويفضل عوضا عنه السير على الطريق السهل والعبثي ليصل بنهاية كل محاولة لذات النتائج الكارثية، فيعيد الكرة بذات الدروب باستثارة العواطف الانفعالية، معللا الإخفاق السابق بغير مسبباته الحقيقية، مستغلا العقلية الخرافية في تفسير مآلات التجربة، وعبر انتقاء الأحداث بغير نسق وبديمغواجية وتضخيم الذات، يخلص لاستنتاجات تعميمية قصرية مخلة مآلتها ماضيا وحاضرا العدم ومزيدا من الضياع والانهيار. أعتقد أنكم تقرون معي بأنه لا مناص من الإقرار بأن القاعدة الصحيحة والمجربة على المستوى الوطني والعالمي هي إيجاد الثقافة العلمية والعملية لتجاوز التخلف وبناء صرح التطور. فالمسألة ليس خبط عشوائي ولا هرطقة، بل أسس ومقدمات ومسارات إجبارية، فتسارع عجلة النماء لمجتمع ما وتراجعها عند مجتمع آخر غير مرتبطة بأوهام أصل ونوع، بل هي لصيقة تماما بمقدار تفعيل الثقافة الإيجابية في حياتهم. وبناء على ذلك، ألا ترون معي أهمية أن ينصب اهتمامنا الأول في إيجاد الأرضية الثقافية التي تؤهلنا للخروج من دوامة المتاهات اللامتناهية، والتي أطلنا المكوث فيها ونحن نتوخى نتائج مغايرة. كما تعلمون أن النهوض يتطلب السؤال عن كل شيء، وأن الحضارة تندثر عندما ينعدم التساؤل. لهذا علينا إثارة المزيد من الأسئلة بالصبر والاجتهاد بعلمية للإجابة عليها. فمثلا، هل سلطة الثقافة القديمة وشخوصها هي العائق؟ وما هي المحاولات التي تمت لتجاوز ذلك؟ كيف تأذى شعبنا من ثقافته جراء فعل الاستبداد؟ كيف نتجاوز إحباط قطاعات واسعة من أبناء شعبنا جراء الخيانة التي تمت في المشروع الوطني بعمل مقاوم يعالج التشكيك والتخوين في الأعمال المشتركة؟ هل كل فرد قام بدوره كاملا بإتقان دون انتظار الآخر؟ هل نعمل بثقافة الحلول المؤقتة والعاجلة بحيث تغطي المدى الزمني للفرد؟ أم نعمل بثقافة العمل الاستراتيجي طويل المدى وللأجيال وبعيدا عن أمراض المجد الشخصي؟ أين شبابنا من صناعة مستقبلهم؟ كيف سنتمكن من بناء دولة المواطنة ذات الواجبات والحقوق والفهم المشترك، والتي تحترم القيم والعادات والأديان لجميع مكوناتها؟ علينا تفعيل القدرة على التخيل والتفاؤل والعمل والمرح والاستمرار. إن التحديات الوجودية التي تجابهنا والتي أثقلت كاهلنا جميعا ليست مشكلة جينات، وليست تحديات قدرية، والأهم من كل ذلك أن جذورها لا تمت بصلة لمؤامرة من طرف خارجي، إنما هي من صنعنا نحن، من ثقافتنا وأفكارنا. هذا الإطار من الفهم يعد البداية الصحيحة في مسار البحث عن الحلول للخروج من التراجعات ذات المتواليات الهندسية لعقود من الزمن. بادئ الأمر
الإقرار بأن الحقيقة مسألة نسبية، وهذا يتطلب من كل فرد أو جماعة عدم الاعتقاد بامتلاكها حصريا وبالمطلق، وبالتالي طرح كل المسلمات أمام التساؤل، وعند كل عثرة البحث عن موضع الخلل بعقلية منفتحة، ثم الولوج في صناعة المعرفة المؤثرة. وهذه الصناعة تعتمد على آلية تنظيمية تؤطر الشعب والشباب، خاصة في عمل توعوي ميداني في مناخ حر لتداول الأفكار وتقويمها، وذلك على قاعدة توفر إرادة التغيير والمصداقية. وحجر الزاوية هنا هو تنفيذ هذه المعرفة على أرض الواقع للخروج من دائرة توصيف الداء إلى دائرة معالجته. بقلم محمد علي موسى. إريتريا ودنانا لكلنا ديبان عواني كون شعبنا ودي بروي تنكر إريتريا ودنانا لكلنا ديبان بعد أوري نسمع لإقلان المون حسب ما حرحبنا ولادنا أقل أمادت ونسكر يتعسنا ديبو أشكر فتقاو شفرة نركب اللينا ينبرك بينا بالنمبرتو لحبتنا ودينا بلجم شعبنا يتدلو لي زيما ابوي انتم قنحونا شفرنا اللينا ينبرك بينا بالنمبرتو لحبتنا ودينا بلجم شعبنا يتدلو لي زيما ابوي انتم قنحونا شفرنا اللينا ينبرك بينا اللينا ينبرك بينا اللينا ينبرك بينا عجايب حسنات عندي شفر وأمان قعدت من مدر دبر إينا ومستنكر عزيمة دي ما ينحسب كلهم لنا بدير ذب كلهم ووقينا نخجلهم أكيد بنوك الشعبنا رمما التاريخ بدير داقما لحبا وجاج أمما عجايب حسنات عديد شفر وأمان قعدت من مدر دبر إينا ومستنكر عزيمة دي ما ينحسب كلهم عدم بدير لك كلهم ووقينا نخجلهم أكيد قلوب الشعبنا الأمما تاريخ بدير داقما الحبن وجاج أمما صوت المنتدى. تقرير عن ملتقى بولونيا. امتدادا للحراك السياسي الهادف إلى خلق أرضية سياسية صلبة تسبغ سقوط النظام وتسد الفراغ الذي يمكن أن يحدث عقب سقوطه، انعقد ملتقى بولونيا هذا العام في الفترة من 29 من أغسطس إلى 1 من سبتمبر الجاري. أما هذا الملتقى الذي قامت بتنظيمه حركة تضامن الشباب الإريتري للتغيير بالتنسيق مع منظمات أخرى، العديد من الشخصيات السياسية والكفاءات العلمية توافدت من مختلف أنحاء العالم. شهدت فعاليات الملتقى تقديم الكثير من الأوراق التي تصدت لتحديات الوفاق الوطني وكيفية التغلب عليها والبحث عن الحلول النظرية والعملية لها. وتجاوزت الأوراق والدراسات التي قدمت في هذا الملتقى 33 ورقة ودراسة، وحظيت بمتابعة ملفتة من قبل الحضور،
وظهر ذلك في تفاعلهم ونقاشاتهم التي اتسمت بالعمق والرغبة في تغيير واقع المعارضة الإريترية بصورة شاملة نحو مستقبل مشرق ووضاء. ضمن الأوراق التي حظيت باهتمام شديد كانت ورقة السيد تسفاي دقيقة التي اتسمت بتحليل دقيق للواقع الإريتري من حيث ظهور العديد من الظواهر السلبية التي تضر بوحدة الشعب الإريتري وسيادة لغة نحن وهم التي تؤدي إلى تشتيت جهود المعامل المعارض وإخفاقه في عكس رغبات شعبنا نحو التغيير الديمقراطي المشهود. ودعا السيد دقيقة في معرض حديثه إلى إعادة اللحمة الوطنية من خلال البحث عن السبل التي تؤدي إلى إعادة الثقة بين مكونات المجتمع وتأطيره من أجل إسقاط النظام، وذلك من خلال خلق آلية تعمل على تنشيط التعبئة الجماهيرية وخلق آلية إعلامية جامعة تعمل على بلورة الخطاب الإعلامي الوطني الفعال وخلق أطر محددة للرسالة الإعلامية بحيث تبعدها عن التراشق والتنابز الذي لا يخدم المصلحة الوطنية، وذلك دون المساس بالتنوع باعتباره ركيزة مهمة لحالة الإعلام مستقبلا. كما دعا إلى تطوير أدوات الحوار مركزا على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب تناسي خلافات الماضي والالتفات لمعاناة شعبنا ورغبته في التغيير، وقال: لا ظلام دائم ولا نهار دائم، ولكن هنالك تداور طبيعي لمسار الأحداث عبر التاريخ. ومن جهته دعا السيد عمد برهان ولد قرقيس إلى ما أسماه بالحوار البناء في تضييق الخلافات والبحث عن أسباب الوفاق والابتعاد عن أسباب الخلاف، وقال إن ذلك يجب أن يرفق بتحسين الخطاب السياسي وتجنب المهاترات والتركيز على الجوانب الإيجابية والعمل على حماية الوطن من انكسار. كما دعا إلى توحيد الحراك الشبابي وتوجيه طاقاته لخدمة الأجندة الوطنية وبالتالي الإسهام في حلحلة مشاكله وتضييق حجم الخلافات بين منظماته. وفي الجانب الدبلوماسي دعا السيد عمد برهان إلى تكثيف العمل الدبلوماسي، وقال إن القصور الذي يواجهنا في هذا المجال يكمن في عدم وجود مظلة موحدة للعمل المعارض، وقال: حيثما نذهب يطالبوننا بتوحيد خطابنا الدبلوماسي، وأكد أن الساحة الدبلوماسية مهيئة لدعم التغيير الذي ننشده، وما تبقى هو خلق آلية تنسيقية معينة للتحرك الدبلوماسي. وقد حظيت مسألة الوحدة الوطنية باهتمام واسع وشهدت نقاشات أفردت آراء بناءة، حيث أكد الحضور على ضرورة الحوار والولوج إلى مرحلة الوفاق الوطني وفق رؤية وطنية تأخذ في الاعتبار كل مكونات المجتمع. وقد لاحظ الحضور بعض جوانب القصور في الدعوة إلى هذا الملتقى ودعوا إلى تلافيها مستقبلا، وشددوا على ضرورة إشراك الآخرين في البحث عن حلول لكل مشكلات المجتمع الإريتري بدلا من اتباع أسلوب تقديم الحلول الجاهزة التي أثبت التاريخ بفشلها سواء بان تجربتنا النضالية التحررية أو بعدها. في ختام فعاليات الملتقى اختار الحضور فريق عمل حددت مهام نشاطه في العمل على تطوير العمل المعارض للوصول إلى بناء حركة مقاومة موحدة، كما سيقوم الفريق بتحسس سبل تحريك الحوار الوطني وإقامة أطر محددة تخدم المصالحة الوطنية والوفاق الوطني. إضافة إلى ذلك كلف الحضور فريق العمل المذكور بإيجاد المناخ الملائم لتوجيه وسائل الإعلام والمعارضة بمختلف مشاربها إلى تقوية الروح الوطنية وتفادي تعميق المسائل الخلافية والتركيز على المسائل الوفاقية، وذلك بغية حشد كل الطاقات من أجل إسقاط النظام وقيام دولة ديمقراطية تصان فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والرفاهية. صوت المنتدى. إلى طغاة العالم، من قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي. ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذاري فتحت الرماد اللهيب، ومن يبذر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أنا حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. سيجرفك السيل، سيل الدماء،
ويأكلك العاصف المشتعل. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدع عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدع عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل. تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل. ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. تأمل هنالك أن حصد، تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل. ورويت بالدم قلب التراب، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدع عنك الربيع وصحو الفضاء بهول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. بدر شوك الأساف رباه. لبنا نريدو مريتنا نقيتو أتوتنا وحيدو قلعنا تميم قبس تسددو وبنا له تبدي أسلامي كساناي ودي قلنا دقا نمخري وطاي أيتحبواغا عندما لي خصاوتنا تقربو زلو إتي بزيما هاجر زي حلل أتو برهان سجي
تخون علاقة أي في حبس سعاد عن السين قالوا انت مجيبه من العاد الجيوش كنيرك كي وردنا ما حد اي خلوها نحلنا عيني فينا هاجر انت قد سمي فهلا يتهون نعيق عملي اي فردي شخيتك كهزك فرحتي نحوها حاجب بكل منقتي اي صوت المنتدى. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مفيد وممتع. إلى أن نلقاكم في الساعة القادمة أو يوم السبت القادم. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل وتصبحون على خير.